السلام عليكم حبيباتي حبابي، كنتمنى تكونوا كاملين بصحه جيده وتمام العافيه ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم بسبوسه كتكون هشيشه ولذيذه بزاف. المكونات مضبوطين، بسم الله على بركه الله. عندي هنا 2 كيسان ديال سنيده، 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال الفينو، 2 كيسان ديال السميده رقيقه، 2 بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوك، جوج شصيات بيضين، 2 ديال دانون مسوس، وجوج خمارات حمرين. انا عندي ما عنديش الخماره الثانيه غنعوضها بشويه ديال خميره الخبز، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الخل، ملعقه كبيره ديال الخل. بسم الله على بركه الله. نبداو نخلطوا مكونات شويه بشويه. اول حاجه غنديروا البيض مع سنيده مع الشصيه ديال السكر فاني. انا ديك الشصيات نسيتهم حتى من بعد عاد ضفتهم، ونحركوا ونطربوا المكونات مزيان تذوب سنيده. عاد نضيفوا المكونات، اي مكون ضفناه نحركوه مزيان، عاد نضيفوا المكون الثاني. لا ضفت قبصه الملح، وغنضيف الزيت، من بعد ونحرك المكونات مزيان. من بعد ما نضيف الزيت غنضيف دانون. انا هنايا درت الدبل ديال المقادير حيت عندي المول كبير. نتوما ديروا غير واحد من الحاجه. دانون مسوسي، دانون طبيعي. ونحركوا المكونات مزيان، نطربوا مزيان. يعني يلا تفكرت بلي ما درتش الشاصيه هادو وضفتهم. في اي كيكه دوك المكونات اللي الصلبه بحال السنيده، بحال الملحه، بحال اي حاجه بحال هكا كحبوب، كنضيفوها في الاول ونطربوها مزيان مع البيض والزيت حتى كذوب. عاد نضيفوا الدقيق والاخرين. هنا راني ضفت الحليب، غنضيف معلقه كبيره ديال الخل. الخل هو اللي كيدير ديك الهشاشه في البسبوسه وفي الكيكه عامه. هنا نضيف الشاصيه ديال الخماره. عندي هنايا غير وحده، والثانيه غنعوضها بشويه ديال خميره الخبز حيت ما عنديش. واحد هو اللي يضيباني باي حاجه عنده في الدار. من بعد اضفت داك الكاس ديال الكوك، نطربو حتى هو مع المكونات. من بعد نضيف كاس ديال الفينو وكاس ديال السميده ونحركهم، وعاد نضيف عاوتاني كاس ديال الفينو وكاس ديال السميده. هنايا درت عوض ندير السميده بوحدها، ضفت الفينو. درت 2 كيسان ديال السميده و2 كيسان ديال الفينو باش ما تجينيش البسبوسه مدقصه، كتجي قاصحه الا كانت غير بالسميده بوحدها. داكشي علاش ضفت الفينو. وكيكون الخليط على هذا الشكل، كيكون جاري. ونخليوه ونهزو المول ديالنا. نهزو المول ديالنا ندهنوه بالزبده ونرشوه بالسميده. هاد المده فاش كندهنوا المول بالزبده راه خلينا البسبوسه ترتاح، وراه البسبوسه كل ما بقات واحد المده كتشرب. لازم ندهنوا المول ديالنا بالزبده مزيان ونرشوه بالسميده مزيان باش ما تلصقش لينا فيه البسبوسه.
وراه في هذه المرحله فاش راني كان قد هذه راني شاعله على الفران يسخن، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت. يعني نقول لكم الخليط ديال البسبوسه من بعد ما جلست شويه، راه شربات داك الماء. صافي نكبوها في المول ديالنا. دائما البسبوسه الا بغيتوها تجي شيشه وناجحه، ما خاص تكون سائله شويه، ما تكونش ثقيله. هنا من بعد ما قديتها في المول، راه الفران سخن. غنوريكم يعني كيما شفتوا راه شاعله عليه من الفوق ومن التحت. غندير المول ديالي في الوسط ديال الفران بالنسبه للفران ديال الضو، وغنطفي على الفوق، غنبقى شاعله غير على التحت حتى نشوفها طلعات وبدات كتحمر ليا. بالنسبه للفران ما نحلوش عليها فاش كتكون طيب، هي كتبان لينا. انا درت هذا المول ديال الجوج باش تبان ليا واش طابت ولا ما طابتش. تقريبا خليتها 40 دقيقه حتى طابت من التحت، عاد شعلت على الفوق وواحد 5 دقائق، يعني 45 دقيقه في المجموع. خرجتها. هنايا راني دهنتها بالمربى ديال المشمش وهي سخونه باش تشربوا. كاين اللي كيبغي يسقيها بالماء والسكر، ولكن انا ما كنعجبنيش كثره الحلاوه بزاف. من الاحسن ديروا ليها غير مربى المشمش بلا ما تسقيوها، كتجي لذيذه بزاف. وانا هني وزوقوها باش ما بغيتو نتوما، كتجي زوينه بزاف بالكاوكاو. كاوكاو محمر شويه ومهرمش، لكن انايا قلت لكم ضيبانيت بداكشي اللي كاين في الدار. درت نص زوقته بالكوك ونص زوقته باللوزيفيلي. ونسيت الكوك، خاص يكون الكوك ميدم، ما يكونش داك الناشف، داك اللي ميدم اللي كتجي به البسبوسه زوينه. هاد النص كما لاحظتوا، النص زوقته بالكوك، والنص الثاني نزوقه بهاد اللوز. من بعد ما نزوقها نخليها حتى تبرد. خليتها حتى تبرد، عاد قطعتها. ومن بعد ما قطعتها هي بحال قطعتها على شكل مربعات، كتجي هشيشه ورطبه كما لاحظتوا، راه هشيشه وزوينه، حتى في المذاق زوينه بزاف. مع هذا المربى المشمش كيعطيها واحد المذاق زوين. صافي، وهي البسبوسه ديالي. كنتمنى لنا الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا عندي في القناه باش يوصلكم الجديد، وتخليوا لي جيم وكومنتير باش تدعموني باش يطلعوا الفيديوهات ديالي، وتبارطاجيو الفيديو بصحه وراحه.